الفيديو ده متنور ب5 وحدات إضاءة. خلينا كده نطفيهم ونولعهم واحدة واحدة ونشوف تأثير كل وحدة عامل ازاي. ده كده تأثير أول وحدة وهو ضوء في الخلفية. ده كده تأثير تاني وحدة وهو الريم لايت اللي راسمني من الجنب الشمال زي ما انت شايف كده، ده عشان مجرد بس انه يحددني ويعزلني عن الخلفية. ده تأثير تالت وحدة وهو برضو في الباك لايت او في الباك جراوند لايت، وهو سنوت او اوبتيكال سنوت عليه شكل معين عشان يظهر على الخلفية او في الحيطة زي ما انت شايف دلوقتي كده. وده تأثير الوحدة الرابعة وهو يعتبر شبه هير لايت او عشان ينور لي جزء من الشعر هنا مع شوية من الجنب بتاع وشي ده. ودي الوحدة الخامسة والكي لايت بتاعي او الضوء الاساسي بتاعي عليه ستريب بوكس عشان ينورني او ينور وشي او ينورني الضوء الاساسي اللي بتشوفني من خلاله، هو ده الكي لايت والوحده الخامسه والاخيره. اللي عايز اوصله لك ان انت لو عرفت ازاي توزع اضاءه صح او اضاءه كويس، مصدر 2 3 5 8 10 هتعرف توزعهم وتوظفهم كويس جدا في الفيديو بتاعك. وبعيد عن بتصور بكاميرا او بتصور بموبايل، الموضوع هنا انك تفهم اضاءه وتفهم توزيع اضاءه. لو عندك اي استفسار ابعت لي، عندك اي استفسار عن ورش صناعه المحتوى او ورش تظبيط الاضاءه او زي ما تحب تسميها سميها، ابعت لي برضو على البرايفت عشان اقول لك التفاصيل. شكرا.